مقال نشر بمجلة الآداب كتبه زميلنا سماح إدريس رئيس تحريرها، وهناك عرائض عم توقع وإلى آخره. خليني أقول مع وضد، يعني بهالمعنى ضد الدعوة ومع، وأنتم عندكم عريضة كمان عم توقع مع الدعوة، مش مع الدعوة، مع مضمون الحق، التضامن من أجل اللجوء إلى القانون وغيره، وهناك مقالات عمال بتنشر بكل الصحف. إذن هيدي قضية داخل المجتمع الثقافي صارت عم تاخذ مداها. أول شيء لازم أقول لك إنه يعني أنا إذا دعيتني مرة ثانية على الأسبوع المدى الثقافي سأذهب، يعني سأعلن إنه أنا منحاز بهذا لكن هذا لا يمنع إطلاقا من يعني سؤالك عن ما تطرحه المطلب الآخرين اللي الأستاذ سماح إدريس ومجموعة كبيرة معه عم تطرح فكرة حق التقاضي، إنه ليش أنت رحت على القضاء وما استخدمت حقك بالرد؟ ليش الحوار الفكري بده يكون أمام المحاكم؟ يعني أولا أنا سهوت عن أن أعزي الشعب اللبناني بالشهداء الأبرياء الذين سقطوا وبكل الشهداء الذين سقطوا في لبنان، وأتمنى من كل أعماقي من موقعي الوطني، من موقع الفكري والسياسي، أن يستطيع الشعب اللبناني بكل مكوناته أن يستعيد عافيته وأن يلتحم وأن يتشارك في إعادة بناء دولته. إن شاء الله وأنا أعتقد كلنا نعزي بعض الأستاذ فخري، وأنا أعتقد بإخلاص أن الطريق الوحيد هو هذا. نعم. وكل التجارب تشير إلى أن المواجهة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب العام الذي يعني ينعكس على الجميع. فيما يتعلق بهذه القضية، يعني أنا قلت في مجالات أخرى أنا مستهدف منذ عقود لأسباب سياسية، يعني وبدأ هذا الاستهداف من المخابرات العراقية. من يريد من المشاهد أن يطلع على كراسين أصدرته المخابرات العراقية التي تتضمن جزء من هذا الذي قيل من قبل السيد سماح إدريس ومن قبل أزلام صدام حسين المعروفين في الوسط العراقي في الخارج وفي الداخل، يعني أسبابه كانت سياسية بدون أدنى شك. نعم. زين. لم أرد ولا مرة واحدة ولم أتوقف، لأن أعرف من هؤلاء، هم زبالة. نعم. اسمح لي أن أقول لك حثالة الوضع السياسي، هم أزلام نظام صدام حسين ورافعي الشعارات الفارغة والمستعدين لكي يضعوا أنفسهم تحت تصرف أي نظام استبدادي. عم نحكي عن اللي طلعوا كراسات، على الكراسات والذين تحدثوا خلال 3 عقود عني. نعم. وعن غيري. نعم. أنا لم أرد. نعم. طيب، وفجأة يعني أصطدم بأن السيد سماح إدريس في مجلة الآداب التي كان لها دور مشرف خلال الخمسينات والستينات ومرحلة معينة من السبعينات، يعني ليش هنالك أي أداة تظل هي مشرفة وعظيمة يعني لا أدخل في هذا الموضوع. نعم. طيب، هو لم يناقشني على أني مثلا أفهم أو لا أفهم، يعني أنا مواقفي تخدم الولايات المتحدة أو لا تخدم، هل أنا يعني نزعاتي وطنية أو قومية، هل أنا بنشاطي أؤدي إلى تقسيم العراق؟ هو انتهك يعني أبسط حرمات الإنسان، تعرض لشرفي، اتهمني بالعمالة وخوني. طيب، ما علاقة هذا بحرية الفكر والرأي؟ أنا من دعاة اسمح لي، أنا من دعاة أوسع مساحة غير محدودة لحرية الرأي والفكر وإلغاء كل التابوات بدون استثناء، ولكن التعريض والتخوين والاستهداف الشخصي والتشهير لا علاقة له بحرية الرأي والفكر. طيب، ماذا أفعل؟ هل أكون عصابة لكي ألاحق سماح إدريس وجماعته؟ هذا ليش يعني؟ هل أكتب أعمل مثلا كراس وأحول جريدتي إلى شاتمة لسماح إدريس وغيره وأتهمه بالخيانة وبالعمالة وبإلى آخره وأستهدف عرضه وزوجته وإلى آخره؟ هذا ليس مهمتي. نعم. إذن ليس أمامي إلا أن أذهب إلى القضاء. طيب، أين أذهب؟ لجأت إلى وأنا لجأت وجاءت للقضاء، وأنا أعتقد للأسف الشديد
ما سمي ب يعني ميثاق الشرف الثقافي، انا اعتبره ميثاق العيب الثقافي. وانا اسف، اسمح لي، حقك باللجوء الى القضاء، وانا انت اسف، تعتبره انه هذا حق طبيعي. حق دفاع عن وانا نفس اسف طبيعي. على سبيل المثال ان شخصيات مثلا كان لها داله في الدوله اللبنانيه، كان عليها ان تقود الدوله اللبنانيه، يوقع على ميثاق يرفض التقاضي حتى اذا كان هذا التقاضي دفاعا عن حقك في حمايه شرفك السياسي والشخصي والاخلاقي، دفاعك عن نفسك. يعني هل مطلوب من عندي ان اذهب كما قيل الى التنت او ما بعرف مين هو المخابرات المركزيه، اطلب منه رجاء اعتب لي شهاده انا لست عضو عندكم، واذهب الى الحزب الشيوعي. طبعا الحزب الشيوعي العراقي انا جزء من هذا الحزب، نعم قديما وحديثا، هل اذهب لهم؟ طيب ما علاقه سماح ادريس ومعن بشور وخير الدين حسيب وهؤلاء المعروفين بهويتهم السياسيه، ما علاقتهم باموال الحزب الشيوعي العراقي مثلا؟ استاذ فخري، يعني حتى لي ما ندخل بالاسماء لانه نعم. كل واحد مش موجود يعني. لا، ما هم اللي وقعوا وانا ما بدي احكي، انا لا اعرض فيهم، انا لا اعرض نعم. فيهم ابدا، ولا اتهم احد نعم. ولا استهدف احد. يعني بصيغه مخففه خلينا نقول انه التوقيع كان على اساس انه رد الفكر بالفكر والراي بالراي. موقفك انت ونحن كاعلاميين نؤيد هذا الموقف لأنه قتلنا من شأنه ودافعنا من شأنه وناضلنا كثير من شأنه، هو أن يكون القانون هو مرجع حقيقي يحسم الخلافات بين الناس، مش وسائل ثانية. طيب لكي يوضح لك على سبيل المثال، هنالك صديق عزيز جدا علي طلب مني أن أنهي، قلت أنا موافق أن يعني أسحب الدعوة. نعم. ولكن هذا الرجل الذي اتهم كل المثقفين العراقيين والعرب نعم. بالخيانة. طيب 800 مثقف عراقي وعربي هم أبرز رموز الثقافة العراقية، دعني من بعض الأسماء التي لا أريد أن أتعرض لها. هم هؤلاء عملاء للأمريكان؟ لا طبعا لا. طيب زين. قلت له طيب خلي يكتب في افتتاحية في المجلة يعني يعتذر عن التعريض وليس عن وجهة النظر السياسية. نعم. زين. ليقل أن فخري كريم بنشاطه وبسلوكه هو يخدم كذا أو يمالئ، بس يتهمني بالعمالة ويتهمني باللصوصية ويتهمني نعم. بالسرقة وينتهك عرضي وأنا أسكت عنه. أستاذ فخري، نحن مع القانون مرجع حقيقي لكل الناس، مع دولة قانون عم نشتغل من شأنها. يعني حبيت أشير لهذا الموضوع لأنه موضوع له علاقة بالثقافة والرأي والدفاع عن الرأي والتقاضي وحق التقاضي، يعني للتأكيد على فكرة هذه الفكرة الأساسية اللي هي فكرة التقاضي، واللي العودة إلى القانون بالنسبة لنا هي الملجأ الوحيد اللي بيحمينا وبيحمي حريتنا كإعلاميين. أنا عمال بحكي يعني على أمل أن تجاوز هذا النوع من إن شاء الله من الخلافات داخل المثقفين. شكرا على حضورك، شكرا لمشاركتك في هذا البرنامج، والى لقاءات اخرى على شكرا جزيلا بكردستان باسبوع المدى الثقافي. يا رجل اسبوع المدى الثقافي بدأ في سوريا يا رجل. مظبوط صحيح. وبيت المدى الثقافي الرئيسي موجود في سوريا. هؤلاء ما وشاركنا فيه. هل يعتبرون ان سوريا تحتضن بيت للمدى الثقافي؟ مشاهدينا شكرا للمتابعة، الى اللقاء الاسبوع المقبل.